كابتن أيمن الكاشف المعلق الرياضي الجميل في واحدة من تجلياته كده قال لك إيه؟ قال لك ابدأ بالضروري ثم انتقل إلى الممكن تجد نفسك فجأة تصنع المستحيل. طبعا أنت دلوقتي بتسأل نفسك طب أنا مالي أنا بأيمن الكاشف والقصص والممكن والمستحيل اللي أنت بتقول لي فيهم دول؟ هقول لك لأن أنا وأنتوا كلنا وكل الناس في مصر كنا نايمين مرة واحدة صحينا لقينا المستحيل بيحصل حوالينا، ولقينا نفسنا في السوق المصري بنتكلم كده في إن العربية اللي هي بمليون وبمليون وشوية بقت حاجة عادية جدا. يعني عندك مثلا العربيات اللي انا جاي اكلمك عنها النهارده دي اسعارها في السوق من مليون 170 الف لمليون 780 الف. وعلى فكره والله انت سمعت صح ما تستغربش، ده رينج اسعار العربيات اللي انا جاي اكلمك عنها النهارده. فمن الاخر كده لو انت كحيان وزي حالاتي وبتشتغل في وظيفه من 9 ل 5 فالعربيات دي مش ليك يا محمد كحيان. لكن لو انت جاي تشوفهم بقى من باب الشغف والمعرفه فده عادي، يعني حق مكفول للجميع وانا ما اقدرش امنعك عنه بصراحه. اما لو انت ميسور الحال فربنا يزيدك يا رب ويوسع عليك من فضله. وخليني بقى كده استعرض لك العربيات اللي هي بتاعت النهارده واقول لك تشتري مين فيهم وليه. الثلاث عربيات اللي هنتكلم عنهم النهارده هم عربيات جايه لنا كده من بلد اللي معروفه بالشياكه والاناقه والرقه، يعني من ضفاف نهر السين كده. الثلاث عربيات النهارده دول كلهم تصنيع في فرنسا، يعني ان العربيات دي من الاخر كده بتتفول بالجاتو والباتون ساليه والملفيه والحاجات الحلوه الناعمه دي. هما ايه الثلاث عربيات دول؟ هما سيتروين سي 4 اكس، رينو اوسترال، وبيجو 408. نبدا باول عربيه معانا وهي السيتروين سي 4 اكس، ودي هنبدا بيها لان هي ارخصهم سعرا. العربيه لو تبص لها من بره كده هي في الاول وفي الاخر هي عربيه سيدان، لكن هي فيها المميزات بتاعه العربيات الفاست باك والاس يو في من حيث الارتفاع عن الارض، وكمان سعه الشنطه بتاعتها، ومساحات التخزين الداخليه اللي تعتبر ممتازه جدا جدا بالنسبه لحجم العربيه. برضو العربية كتصميم من قدام فهي فيها تشابه كبير جدا مع أختها السي 4، لكن الاختلاف كله في الجزء الخلفي. الستروين سي 4 اكس بتنزل بموتور 1200 سي سي تربو. الموتور ده بيولد قدرة حصانية لحد 130 حصان، والعزم الأقصى للدوران بتاعه 230 نيوتن. العربية الفتيس بتاعها 8 سرعات أو 8 نقلات زي ما بيسموها، وهي جر أمامي. العربية تقريبا بتوصل من 0 ل 100 في تقريبا 11 ثانية. واحدة من المزايا الكويسة اللي موجودة في العربية هي إن سعة الشنطة بتاعتها من ورا توصل تقريبا ل 510 لتر. وكمان من المزايا بتاعتها الكويسة واللي بتنفع في شوارعنا إن العربية ارتفاعها عن الأرض بيوصل ل 15 سم. سعة التانك بتاعها أو خزان الوقود يعني بيوصل لحد 50 لتر. لو جينا بقى نتكلم عن التجهيزات اللي هي في ستروين سي 4 اكس، هتحس كده ان هم جايين يشتغلوا فيها حد فيهم وقف للتاني قال له بقول لك ايه، دلعني دلعني، حط لي بقى يا باشا تجهيزات كده وظبط لي المستخدم يعني. العربيه بتنزل فيها جنود 17، وكمان فيها فتحه سقف، وفيها ليد قدام وورا، فيها فوجات طبعا. العربيه فيها بتنزل بازاز فاميه ورا، وكمان بيبقى فيها شاشتين، واحده شاشه 10 بوصه كده اللي هي بتاعت الكاسيت تحديدا يعني، والثانيه شاشه للعدادات بتبقى تقريبا مقاسها 5 بوصه. العربيه بيبقى فيها 6 سماعات، وحاجه بقى كده دلع كمان ان العربيه بيبقى فيها خاصيه المساج في الكراسي بتاعتها يعني. ومن حيث الامان العربيه الصراحه فيها وسائل امان جميله، وبرضه تقدر تحافظ على الراكب، زي ان هي بتنزل باربعه ايرباج، فيها اي بي اس اي اس بي، فيها النظام اللي هو التحكم في المطالع، فيها كمان مثبت سرعه، فيها السنسورز بتاعت الباركينج موجوده قدام وورا. من حيث الابعاد الستروين سي 4 اكس طولها 4 متر 60 سنتي، وعرضها متر 80 سنتي، الارتفاع بتاعها متر 52 سنتي، وقاعدة العجلات بتاعتها 2 متر 67 سنتي. نيجي بقى لأهم جزئية واللي دايما الناس تقعد تقول لك لا قول الأسعار، طب احنا عايزين الأسعار. هقول لك يا سيدي اللحظة اللي احنا بنسجل فيها الفيديو دي اللي هو في سبتمبر 2023 العربية بتنزل بفئتين. الفئة الأولى منها سعرها مليون 170 ألف، والفئة الثانية سعرها مليون 290 ألف. وطبعا ده السعر الرسمي اللي هو عند الوكيل، لأن أنت لو دورت بره في المعارض فهتلاقي بقى أوفر برايس كل واحد ومزاجه يعني. في بقى حاجة أنا عندي طلب شخصي كده من الملاك والناس اللي اشترت الستروين سي 4 اكس،
وده نتيجة تضارب المصادر شوية في الموضوع ده. يعني هناك من يقول إن الضمان بتاع العربية 100,000 كيلو أو 3 سنين، وفي مقولة أخرى بتقول إن الضمان بتاع العربية 150,000 كيلو أو 5 سنين. فأتمنى إن الناس في الكومنتس تحت الفيديو كده تكتب لي تقول لي الصح إيه. وده أتمنى يعني برضو إن هي تكون معلومة أكيدة، وحد من الملاك أو من الناس اللي اشترت، أو حتى لو حد بيتفرج على الفيديو ده وهو شغال في الأسراوي يعني. يلا بينا ننتقل إلى مصنع فرنساوي آخر، ولكن المرة دي رينو. رينو نزلت السوق برينو أوسترال، وهي تعتبر بديل للعربية اللي كلنا عارفينها اللي هي الرينو كادجر، أو زي ما بيسموها ناس رينو كادجار. طيب العربية دي من الآخر كده هي نزلت السوق علشان نقدر ننافس بيها بقى مين؟ ميتسوبيشي إكليبس، نيسان كاشفاي، الأوبل الجراند لاند. فرينو حبت إن هي إيه تزاحم في الحتة دي. الرينو أسترال تعتبر عربية كروس أوفر، من اللي هو بيسموها من الحجم المدمج يعني. الرينو أسترال بتنزل بموتور 1300 سي سي تربو. القدرة الحصانية بتاعته 150 حصان، مع عزم دوران 250 نيوتن. الفتيس بتاعها 7 سرعات، ونظام الجر فيها أمامي. التانك بتاع البنزين 55 لتر، والشنطة الخلفية بتاعتها 500 لتر. أما بقى لو جينا نتكلم على التجهيزات في رينو أسترال، فالموضوع بسم الله ما شاء الله بحر. وده سببه إن العربية بتنزل ب5 فئات. فأنت شوف كده الأوبشنز إيه وروح للفئة اللي تناسبك. عندك جنود 17 18 في لحد 20 كمان. طبعا الكشافات الليد الاماميه والخلفيه موجوده، المرايات الضم، في سقف بانوراما، الازاز الفاميه طبعا موجود وخصوصا في الازاز الخلفي. بالنسبه للصالون من جوه انت عندك في شاشه عدادات، ودي شويه حجمها كبير بتوصل ل 12 بوصه. وفي شاشه في النص اللي هي طبعا الكاسيت بتبقى تقريبا 9 بوصه، وكاميرا خلفيه وسنسورز طبعا للباركينج، وكل الكلام ده موجود في الرينو أسترال. اما بقى بالنسبه لوسائل الامان، فرينو أسترال بتقدم مجموعه وسائل امان محترمه يعني. بالنسبه للاير باجز فهي بتتراوح ما بين 6 ل 7 اير باج، وده طبعا على حسب الفئه اللي انت شاريها. وفيها طبعا كل انظمه الفرامل اللي انت ممكن تحتاجها، بما فيها الاي بي اس، الاي بي دي، وطبعا نظام الثبات الالكتروني اللي هو الاي اس بي. كذلك العربية فيها فرامل يد كهرباء وسنسورز لضغط الإطارات. طيب يا ترى أخبار حجم الرينو أسترال إيه؟ العربية أبعادها كالآتي: طول العربية 4 متر ونص. بالنسبة للعرض بتاعها فهو متر 82 سنتي. أما الارتفاع فهو متر 64 سنتي. وقاعدة العجلات بتاعتها 2 متر 66 سنتي. العربية خلوصها أو ارتفاعها عن الأرض تقريبا 18 سنتي. ونيجي للحته الاهم واللي كل الناس برضو بتستناها زي ما قلنا، هي موضوع السعر. العربيه زي ما قلنا بتنزل في 5 فئات. اول فئه منهم سعرها 1,390,000، واعلى فئه فيها سعرها 1,690,000. ننتقل بقى دلوقتي الى ليفل الوحش. والحقيقه ان هنا كلمه وحش جايه ومرسومه بالظبط على البيجو 408. العربيه هي عربيه برضو كروس اوفر مدمجه، بس بقى التصميم هنا رياضي جميل جدا. هتيجي تبص لها كده من قدام هتلاقي العربية مدياك اللمسة اللي هي الرياضية الشرسة دي، وكأنها أسد فعلا واقف بيبص لك. من الجنب برضو واخدة انسيابية كده وتصميم رياضي بصراحة يخطف العين. لو أنا هتكلم على ناحية التصميم فأنا كرأي شخصي أنا دي أكتر عربية صراحة بميل لها كتصميم وكشكل، لأن من الآخر كده تحس إن العربية دي خلاص لمست كده مع السوبر كارز. فيها تشابه كبير الصراحة، أو ناس حتى حست ده، إن هي فيها تشابه كبير من اللامبرجيني أو اللامبرجيني أوروس. طيب إيه بقى المواصفات اللي بتقدمها البيجو 408؟ البيجو 408 بتنزل بموتور 1600 سي سي تيربو. الموتور ده قدرته 215 حصان. عزم الدوران فيه بيوصل ل 300 نيوتن. الفتيس بتاعها فتيس من 8 نقلات أو 8 سرعات. ونظام الجر فيها هو نظام جر أمامي. التانك بتاعها او خزان الوقود يعني سعته 50 لتر. والشنطه الخلفيه بتاعتها دي اكبر واحده في العربيات اللي احنا هنتكلم عليها النهارده، وهي 536 لتر. من حيث الاوبشنز والتجهيزات فالعربيه البيجو 408 بتنزل بفئتين، وعندك بقى اوبشنز وامكانيات بصراحه جميله. زي ايه؟ زي ان العربيه بتنزل بجنوط 18 بوصه،
فتحة سقف بانوراما. العربية فيها كشافات ليد أمامية وخلفية. كمان العربية فيها اوبشن لذيذ كده، وهو المساحات الاوتوماتيك اللي بتشتغل بسنسور كده مع المطر او مع الشتاء. العربية فيها شاشتين، شاشة ديجيتال اللي هي بتاعت العدادات ودي تقريبا 10 بوصة، وشاشة برضو تانية 10 بوصة اللي هي بتاعت الكاسيت، ومعاها سماعات عددهم 6 سماعات. طبعا المالتي فانكشن الموجود في الطارة، وكذلك إضاءة ليد داخلي كده حلوة جميلة في الصالون من جوه، يعني مزودة اللمسة الرياضية الحلوة اللي في العربية. العربية فيها كاميرا طبعا خلفية، وكمان فيها مثبت سرعة. بالنسبة لوسائل الأمان الموجودة في البيجو 408 فهي تقريبا متشابهة جدا جدا مع الرينو أوسترا. نفس الفرامل اللي هي الاي بي اس والاي بي دي، كذلك الثبات الالكتروني اللي هو الاي اس بي موجود. والعربيه برضو فيها السنسورز بتاعت ضغط الاطارات. كذلك العربيه فيها سنسورز للباركينج اماميه وخلفيه، وفيها 6 ايرباج. بالنسبه للابعاد بقى، فالبيجو 408 هي اكبر شويه من اخواتها التانيين اللي احنا اتكلمنا عنهم. يعني هنا العربيه طولها 4 متر 68 سم. بالنسبه للعرض فهو متر 84 سم. أما الارتفاع فهو متر 48 سم. كذلك قاعدة العجلات بتاعتها 2 متر 78 سم. العربية أكثرهم ارتفاعا عن الأرض، لأن هي ارتفاعها 18 سم و9 من 10. طيب بوصلنا للنقطة دي يبقى احنا وصلنا للسؤال اللي هو في دماغك عزيزي المشاهد حاليا، ألا وهو إيه؟ اللي هو ماذا عن سعر هذا المكوك الفضائي؟ بص يا سيدي، احنا متفقين ان البيجو 408 بتنزل فئتين. الفئة الأولى برضه في اللحظة اللي احنا بنسجل فيها هذا الفيديو السعر الرسمي ليها أول فئة 1,560,000. أما عن الفئة الثانية فهي ب1,780,000. بعد ما اتكلمنا عن التجهيزات والمواصفات والأوبشنز ووسائل الأمان اللي بتقدمها كل العربيات اللي معانا النهاردة، خلينا بقى نشوف كده لو أنت بتفاضل ما بين العربيات دي وعايز تقرر تشتري، تفكر إزاي. يعني لو انت من الناس اللي هي تبقى مهتمه ان هي تاخد حاجه احدث موديل، فالموديل الحالي الموجود حاليا من رينو اوسترال هو 2024. اما بالنسبه للتصميم الداخلي والخارجي والشكل عموما فدي طبعا اذواق، ولكن انا بميل شخصيا للبيجو 408 من حيث العزم والقوه على الطريق والبرفورمانس يعني اللي ممكن يديهولك الموتور. فبرضه البيجو 408 ممتازه جدا في الموضوع ده. لو انت برضو من الناس اللي هي بتسافر كتير وبيهمها قوي موضوع حجم الشنطه وان هي تقدر تشيل امتعه كتير، فبرضو بيجو 408 تتفوق في الموضوع ده. في ناس بيفرق معاها قوي موضوع سعه التانك او خزان الوقود عموما، وهنا رينو اوسترال هتتفوق لان هي تقريبا الوحيده فيهم اللي 55 لتر، فرق يعني 5 لتر عن العربيتين التانيين. بالنسبه لارتفاع الارض اكترهم هي البيجو 408. بالنسبة بقى للتجهيزات فتقريبا العربيات متقاربة جدا من بعضها، هي ممكن يبقى فيتشر أو اتنين موجودة في واحدة مش موجودة في التانية وهكذا. الموضوع ده شوية هيحكمك فيه السعر وانت بتقرر، فيعني مش بيج ديل لو انت بتقارن من ناحية التجهيزات يعني. بالنسبة لوسائل الأمان هي أقلهم في عدد الإيرباجز هي الستروين سي 4 اكس. البيجو 408 والرينو الأسترال بينزلوا بإيرباجز من 6 فما فوق. بالنسبة للسعر فلو انت حد عايز توفر فبالنسبة لك طبعا الستروين سي 4 اكس هتبقى احسن سعر فيهم لان هي اقلهم سعرا، وفي نفس الوقت هي مديالك كل الاوبشنز وكل الحاجات اللي انت ممكن تبقى محتاجها من غير ما تدفع فرق فلوس كبير ممكن يوصل تقريبا ل 600,000 فما فوق. ما تنساش اللايك والشير، واكتب لي في التعليقات لو في موضوع تحب تشوف عنه فيديو في المرات اللي جايه.